السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم نقدم لكم واحد الشباكيه بالنسبه للمبتدئات. يعني كاين انواع كثيره ديال الشباكيه، هذه مميزه لانها مختلفه شويه. بالنسبه للقوام عندنا نص كاس ديال الزبده مذوب نوازيت، نص كاس ديال الكريمه السائله، كاس الا ربع ديال النشا. الكيسان كلهم تقريبا ديال العنبه، كاس ديال الجنجلان محمر ومطحون، معلقه كبيره ديال الشكلاط غبره، معلقه صغيره ديال النافع، ومعلقه ديال حبه حلاوه، خميره ديال الحلويات 100 غرام، وعندنا الخميره ديال الخبز معلقه صغيره مع شويه ديال الماء والسكر، وطبعا بيضه، والروح ديال اللوز اختياري، والدقيق وشويه ديال الملح، قرصه ملح، والماء يعني تقريبا واحد نص كاس على حسب الدقيق، نوعيه الدقيق. اولا كناخذوا النواشف كامله، الدقيق، وكنغربلوا عليه يعني داك النشا مع داك النافع مع الخميره مع الشوكولاته غبره. كنغربلوا كل شيء وكنخلطوهم، وبعد كنزيدوا السوائل. هنا هذا هو الجنجلان والنافع وحبه حلاوه في قرصه ملح، كنخلطوهم بواحد المعلقه او بيدينا، ومن بعد كنبداو نزيدو السوائل شويه بشويه. كنزيدو الزبده هي الاولى باش كندخلو مع داك الدقيق، كنزيدو البيض، كنضربو البيضه بوحدها ومن بعد كنزيدوها على داك الخليط. من بعد كنزيدو الكريمه، الروح ديال اللوز اختياري او الماء ديال الزهر، ومن بعد كنبداو نخلطو بيدينا، كنقيسو بيدينا لاننا عجنت بالعجانه. في النهايه غادي نكمل بيديا اكيد اليدين باش كنعرفوا القياس ديال العجينه. من بعد كنزيدو الماء على حسب الدقيق، كنقطعوا ديك العجينه على 4 ديال القطع، ضروري خصنا نعركوها مزيان يعني ونديروها في واحد البلاستيك غذائي ونخليوها ترتاح واحد شويه باش تعطينا الضوء، باش تسهل علينا ملي نبغيو نسرحوها. كنجيبو واحد الدلاك وكنبداو نسرحوها، وكنديروها على حسب بحال شكل باتفيتي، يعني كنطويوها او بحال مسمنات غير باش تجينا مورقه ومجعبه لداخل. واللي عندها الماكينه ديال التوراق تكون افضل لانها تكون اسرع واسهل، ما كتعذبش. انا درت معكم الدلاك، ولكن غنستعمل في النهايه غنستعمل الماكينه ديال التوراق. من بعد ما نديرهم كلهم بحال مسمنات نرجعهم في البلاستيك غذائي باش ما يتشقق لنا شيء. من بعد كنبدا نجبدو وحده بوحده وكنخدموها. انا غنديرها دابا في الماكينه ديال التوراق. وبالنسبه للحجم ديال الشباكيه كاين احجام كثيره. بالنسبه للمبتدئات يمكن لك ديري هذا النوع ديال الورق او الكرتون، وباش كتجيبهم قد يعني عبر واحد. انا خديت قياس 10 سنتيمتر على 8، يعني 10 في الطول و8 في العرض. وصافي كنديروا 6 ديال الاشرطه او 7 او على حساب بغيتيهم رقاق بزاف او عراض. ومن بعد كتلويها بهذه الطريقه، يعني بطريقه سهله وبسيطه. يعني بالنسبه للمبتدئات غير تتبعوا، شوفوا تتبعوا، يعني كتاخذوا وحده وكتخليو وحده ومن بعد كتقلبوها وكتحطوها فوق طاوله العمل وكتقادوا لها الجناب. ومن بعد الا شفتيهم الجناب شويه كبار كتنقصوا منهم شويه وصافي كتخليوها. يعني ضروري الشباكيه تجلس واحد المده، يعني واحد الساعه ولا ساعتين حتى كتنشف كتشد راسها. ملي كديروها في الزيت ما كتحلش، فضروري تشمع شويه. انا غادي نعاود معكم عاوتاني شي وحدات. بالنسبه للمقاسات اختياريه، يعني اي وحده تختار المقاس اللي بغات. هذه كتجي تقريبا ماشي كبيره بزاف وماشي صغيره بزاف، كتجي متوسطه هذا المقاس هذا 8 على 10.
من بعد حتى يعني نكملوا كاع الكميه. كنبداو بالكميه الاولى، يعني البلاطو الاول اللي صايبناه او الصينيه. كنديروا الزيت سخن. بالنسبه للزيت فلو كنسخنو كنديروا العافيه مجهده شويه. اين فوا كتسخن الزيت كنديروها متوسطه، كنخليوها على متوسطه باش ما تتحرق ليناش وباش يعني يدخل معاها الطياب. بالنسبه يعني بعد مرات الزيت كدير لنا شويه الكشكوشه الا كانت يعني العافيه مجهده، النار مجهده، فنقصوا لها شي شويه، نخليوها تبرد شي شويه باش ما تبقاش دير لنا ديك الكشكوشه او ديك الرغوه. صافي من بعد كنحطوها في العسل وكنشربوها في العسل، ومن بعد كنديروا لها الجنجلان كنزوقوها. بالنسبه للتزيين كيكون اختياري، يعني اي وحده كدير اللي بغات. تقدر تزينيها بالجنجلان بالكركاع يعني انا درت حتى واحد الكميه الشوكولا يعني عجينه الشوكولاته. او تخليها كيف هي. بحال هنا درت عجينه الشوكولاته، يعني غيرت شويه، درت تزيين مختلف نوعا ما. وحتى بالنسبه للتشكيله يعني كاين تشكيل، يعني التشكيله ديال الشباكيه العاديه، وكاين تشكيلات اخرى. وبالنسبه لهي وحده حليتها معكم كتجي ما شاء الله مقرمشه ومجعبه وهشيشه بزاف. بالصحه والراحه، ورمضان كريم، كل عام وانتم بالف خير. ما تنسوناش بالاشتراك وباللايك وبالتعليقات ديالكم، ونخليكم على خير ومع السلامه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.